مرحبا واهلا فيكم بقناة إيهاب بلانت. اليوم بدي ادلكم على طريقة عملية ومرتبة لتفريغ الكرز من بذوره. كلنا بنعرف قد صعب تفريغ الكرز من بذوره بدون تشويه شكله. اذا حاولنا باليد بنتلف الشكل ومنلوث الدنيا، واذا حاولنا بالسكين برضو صعب، لانه ثمرة الكرز ملتصقة بالبذرة، من الصعب انه نفصلها. افضل طريقة هي تقنية القسطرة، بس مش اي وحدة. القسطرة المصممة لاستخدام واحد ركيكة ما بتنفع. بيلزمكم قسطرة بلاستيكية متينة من النوع اللي بيجي مع اكواب الشراب. بعد غسل الكرز توضعوا القسطرة مكان انطلاق عودة الكرزة، وبتبرموا يمينا يسارا مع ضغط خفيف للأمام. مثل ما شايفين تفرغت الكرزة من البذرة، واليد اللي ماسكة الكرزة فقط لتثبيتها، ما لازم يصير ضغط بالأصابع على الكرزة خلال العملية بشكل تنعصر، فقط للتثبيت. بعمل وحدة تانية. مثل ما شايفين كتير سهلة، بتتفرغ الكرزة وبتحافظ على شكلها الكامل. مثل ما شايفين بكل سهولة استخرجت البذور وحصلت على كرز مفرغ من بذوره وجاهز لتزيين الحلويات لصنع سلطة فاكهة أو مربى. وهالتقنية صالحة مش بس للكرز، فيكم تطبقوها على الفريز كمان. من مزايا هالتقنية انه الفراغ اللي بيحصل وسط الثمرة ممكن حشوه، فيكم تحشوه حبيبات شوكولا او اي شي تاني. بشكركم للمشاهدة. للمزيد من حلقات اضغطوا الرابط في الاسفل او فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير. الى اللقاء.